بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يوم الاستغاثة العالمي يا جماعة، سبحان الله، هو أرزاق وربنا بيبعت لي رزق لغاية عندي. أنا لا أكل ولا أميل لعمري كله في ال 14 سنة عمل خدمي، والله العظيم ما بتأخر أي حد. طفل صغير اسمك إيه؟ عندك كام سنة زيزو؟ ها؟ 6 سنين. منين بقى؟ منين؟ تعبان اقعد عليك. أنت منين؟ منين من المحلة؟ ارفع لي وشك كلمني. منين من المحلة؟ انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ قول لي. عايز تقعد؟ طب بص لي فوق كده، قول لي انت منين من المحله؟ محله الكبرى؟ طيب ساكن فين؟ لا الشارع بتاعك اسمه ايه؟ ابوك اسمه ايه؟ ابوك اسمه ايه يا زياد؟ ابوك اسمه ايه؟ قول لي اسمك بالكامل. زياد عبد العظيم القصار. زياد ايه؟ زياد عبد العظيم القصار. زياد رضا عبد العزيز القصاص. عبد العزيز القصاص. عبد العظيم ايه؟ القصار. القصاص. طيب انت حد بيشربك حاجه يا حبيبي؟ وانت عايز تنام يعني؟ ما نمتش خالص؟ انت بقالك قد ايه هنا انت عارف انت هنا فين؟ فين؟ انت هنا بورسعيد. بورسعيد. جيت هنا ازاي يا زياد؟ ركبت القطر. ركبت القطر. طيب بص لي كده وركز معايا. بص انت دلوقتي يا زياد نفسك تروح لاهلك؟ ابوك وامك موجودين؟ ايه اللي خلاك سبت البيت ومشيت؟ ايه اللي خلاك سبت البيت ومشيت؟ ايه اللي خلاك سبت البيت ومشيت؟ هتروح لهم؟ بقالك قد ايه في الشارع او جيت هنا من امتى؟ قد ايه؟ 10 ايام. يا جماعه طفل زي ما انتم شايفين حاله يصعب بجد. اقف كده، تعالى حبيبي اقف. عايز تقف بس. انت كان رجلك فيها ايه؟ ايه اللي وجعك؟ يا جماعه انا جت الاستغاثه دي عن طريق طبعا اعلاميه حبيبتنا الاستاذه مروه علي جوهره الاعلام في بورسعيد. كلمتنا عن طريق طبعا الاستاذه نصره مدير اداره الانشطه في تربيه التعليم بورسعيد. حد محترم جدا من ضمن المتابعين عندي على الصفحه، اخت غاليه وفضيله. هي اللي اهتمت بامر الطفل ده. لقيته مرمي في الشارع بيتألم وبيتوجع، لقيته واحد بيه مستشفى السلام. كشفت عليه يا استاذه نصره؟ ما فيهوش حاجه. ما فيهوش اي حاجه. طب انت بتعيطي ليه؟ طفل صغير. الله يسترك بحق لا اله الا الله. الله يسترك زي ما احتويتيه من الشارع ويكتر من امثالك. انت ام اكيد طيبه وحنينه وغاليه. تعالي. انت عايز تنام؟ اه كده. بص لي، انت عايز تنام؟ انت مالك بقى؟ بص لي كده، انت مالك ايه؟ تعبان ليه بقى؟ كنت بتنام فين؟ ما بتنامش خالص؟ بس انت بقالكش 10 ايام بس، انت بقالك كتير صح؟ ما تكذبش على عمو كمال عشان انا بحبك يا زيزو. ما تكذبش عليا عشان اجيب لك طاقية حلوه وجميله كده، واجيب لك هدوم جميله. هاخدك اوديك لاهلك. ماشي؟ لو رحت بيك المحل هتعرف توصلني لغايه البيت؟ هتعرف؟ يا جماعه انا بشكر طبعا استاذه نصر ان خدت خطوه ايجابيه. هنا بقى الموضوع كله انك ممكن تشوف طفل زي ده نايم في الشارع، تديله فلوس يروح يجيب بيها سجاير ويمشي مع العيال بتوع المخدرات وياخدوها منه ويضربوه، ما يجيبش اكل، تديله اكل وتسيبه وتمشي. انما انك تسمع له وتهتم بامره وهو بيتألم ويتوجع وتروح بيه مستشفى، يبقى انت انسانه بجد بمعنى الكلمه. الله يسترك ويسعدك في حياتك ويبارك لك في حياتك. فانا طبعا خطوه ايجابيه خدتها استاذه نصره، خطوه ايجابيه فبجد يعني هي في التربيه والتعليم. فربنا يا رب يكتر من امثالهم، محترمين وطيبين. وباذن الله باذن الله مش هسيب الولد الجميل ده يا جماعه الا في حضن اهله باذن الله. كده انا معايا حالتين، معايا حاله زياد، وقبل منه كنت بصور حاله الست الكبيره بتاعت السويس حاجه سيده وبنتها هاله. حاجه بتاعت ربنا، حاجه بتاعت ربنا. ان شاء الله ان شاء الله هتشوف مكان امن باذن الله، وهشوف حضن اهله باذن الله. مش هسيبه الا لما اوصل لاهله. والله بورسعيد جماعه جميله يا جماعه. بورسعيد فعلا بلد طيبين. الست الطيبه الحاجه السيده وبنتها هاله هيقعدوا عند ام محمد، وبالقدر الاستاذه نصره جابت لي الطفل، وانا عندي برضو نفس الاستغاثه، فاخدوا الولد برضو معاهم لغايه ما اشوف اعمل ايه. اوصله اهل المحله ان شاء الله. تحياتي للجميع وشكرا. زي ما انتم شايفين يا جماعه نايم من بالليل، مصحاش خالص من التعب والتنطيط والشقاوه. حاطط في بقه ازاي؟ مفيش مثيل. بيتكلم وهو نايم، بيقوم يمشي وهو نايم ويتنطط على الكعبة. يعني حتى الشقاوة وفرط الحركة وهو نايم نعسان. جنني بصراحة. لسه على قلبي زي العسل. اهو نايم اهو نايم هو نايم على الكنبة وهو نايم جنبه على الأرض عشان يضمن ما ينزلش يروح في حتة ولا يعمل حاجة بالله. ربنا يا رب يهديه
ويشفى عنه ويرجعه لأهله إن شاء الله بالسلامة. بطمن كل الناس إن شاء الله الولد بيت عندي النهاردة أهو، بإذن الله هسافر للمحلة إن شاء الله وهسلمه لجدته بإذن الرحمن إن شاء الله. دعواتكم وتحياتي للجماعة وشكرا. انت وقعت منين؟ انت بطلع نوم زي ما كنت حبيبي، اطلع نوم زي ما كنت. وقع من على الكنبة يا جدعان، خدني جنبك يا بابا. انت وقعت منين؟ شفت ابنك. شفت مين؟ خدت في حضني وسطه. انت طيب حبيبي. خدت في حضني. شايفين الحنية يا جماعة؟ هو نايم على الكنبة وانا نايم على الأرض. اتقلبت على الأرض؟ أنا سمعت الدبة بتاعتك بصراحة. أنت مبسوط؟ أنت بتحب مين؟ مين؟ طبعا أخويا اللي جوه ده. يوسف أخوك؟ وأنا إيه؟ أنا أقرب لك إيه؟ لقيت فراخ امبارح على الرز. طيب لقيت فراخ على الرز. أنا إيه؟ أنا أقرب لك إيه؟ بابا. بابا؟ استرها يا رب. شايفين يا جماعة حنية غير عادية لكن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا جماعة الحمد لله زيادة بقى معانا يومين، يوم عند محمد وجوزها رجب طيب من رمضان، وتاني يوم جابهولي وبقيت عندي النهاردة. وهو نفسه يروح لجدته في المحل، يعني صحي من النوم اصحى يا عم كمال يا مصر عشان اروح لتيتا. عايز اروح عند ستي، عايز اروح عند مين؟ عند تيتا. فين؟ عندنا المحل. تعرف توديني لغاية البيت؟ ايوه. انت كنت مبسوط معانا الحمد لله؟ ايوه. كنت مبسوط يا قلبي؟ انت بتحب مين يا عمو مين؟ بابا كمال المصري. هو كمال المصري؟ انت مصمم؟ انا عايز اقعد معاك بكره بس. عايز تقعد معايا كمان بكرة؟ لا انا عايز اوديك بقى هناك عشان ستك بتدور عليك وقلب عليك الدنيا، صح؟ عايز تقول لكل الناس اللي بيحبوك كله. عايز تقول لهم ايه؟ شكرا. عايز تقول لهم محمد انت كنت بيت عندها شكرا يا حبيبي. وعايز تقول ايه بقى الاستاذه نصر اللي جابتك من الشارع وانت في المستشفى؟ عايز تقول لها ايه؟ انا بحبك؟ اللي هيقول انا بحب. يا رب ربنا يسترها ويسعدها بحق لا الله زي ما استرتك من الشارع. لقيته يا جماعه نايم بيتكلم وبيعيط وبيتوجع، خليته وديته المستشفى وخلت الاستاذه مروه علي الاعلاميه جوهره الاعلام في بورسعيد ورقم واحد بجد في الاحترام والاخلاق العاليه كلمتني وقالت لي يا استاذ كمال الاستاذ نصر مدير اداره الانشطه في تربيه التعليم لا طفل صغير وكلمتني قلت لها قالت لي عشان خاطر كلمني كمال المصري. طبعا انتوا كلكم فوق راسي، صوتكم غاليه جدا عندي. ان شاء الله زياد هتشوفوه في حضن جدته باذن الله ويوصل لبر الامان ونسافر بيهم بورسعيد للمحله ان شاء الله. مش هسيبه في حضن جدته باذن الله لان اكيد بتدور عليه وتحبه لانه متعلق بيها جدا. طب انت ما تعرفش تروح لوحدك خالص صح؟ ان شاء الله مش هسيبهم نروح باذن الله. عودكم وهي حقوق الانسان، هم دول اطفال الشوارع اللي الناس بتقول عليهم. انا عامل لهم مبادره من زمان 2014 كان اسمها ابرياء الشوارع ابطال لانقاذ اطفال الشوارع من الضياع، والمبادره دي نجحت بنسبه 100%. روحت اكتر من 360 او 70 طفل بفضل ربنا سبحانه وتعالى. النهارده بقوا رجاله، منهم اللي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اتجوز وخلف، منهم اللي بقى ترزي بسم الله ما شاء الله بقى يعني ماسك شغل في مصنع حاجه عاليه جدا، واتجوزوا وخلفوا وبيكلموني على فكره. ومنهم حالتين بعد ما كبروا بعد 10 سنين كلموني وجولي وفيديوهاتهم عندي على الصفحه الحمد لله والشكر لله. ومنهم افضل ميكانيكي الموتوسيكلات في الشرقية حبيبي طبعا حبيبي اللي قاعد عندي 4 شهور في بيتي. قلم. والله العظيم قلم بيسقي عندهم. انت هتسيب الشارع هتسيب البتين وتمشي اخر مرة قول والله ما انت مش تاني. مش تاني. لان شفت الشارع وحش ازاي والعيال بيضربوك كانوا بيعملوا فيك ايه؟ بيموتوك من الضرب. ان شاء الله تشوف مكانك. تحياتي الجماعة وشكرا. يا جماعه ركبت مع سواق طيب اهو والله بالقدر. الواد طبعا مش مريح نفسه زي القرد من الشباك ده للشباك ده. خش جوه يا ابني خش جوه بابا ما انت جوه.
الراجل الطيب ده بقول له بطل شقاوه يا ابو، بطل شقاوه واسمع كلام ابوك. بقول له والله انا كنت اتمنى اكون ابوك، لكن ده تايه من اهله يعني ونام في الشارع لا هم يحافظوا عليه، يخلي بالهم منه، مفيش حاجه اسمها العنف والكلام ده حرام عليهم. اللي يخلي طفل زي دون يهرب ان اتنجد النهارده من حد يقوم صيده واخد سرقه الاعضاء يضيعوه مش هيشوفوه مدى الحياه. او الاغتصاب او شيل مخدرات. ايوه ما هو لا ده او الاستغلال في التسول. هو يعني اول كل طرق. هو اول طريقه هيتاخد هيسرق اعضائه هيموت. لا والله. والله وحق هذا الكتاب الطاهر كلام الله. الله يستر. لان المفروض دول اصلا يحافظوا عليه، ان ده ازاي ناس زي دي معاهم طفل صغير يمشي منهم ازاي؟ بيقول ان ابوه في السعوديه وامه طفشانه. ايه بس يا هو ويلهم قاعد من الله قاعد مع الاثنين، جدته. يا ويلهم من الله الاثنين. فعلا يا جماعه بجد يعني دول يا ويلهم من الله الاثنين. ياخدوا بالهم من ابنهم ايوه ويراعوه أيوة. ويحافظوا عليه، لان الطفل عنده كهرباء زايده على المخ يعني غصب عنه. ده محتاج علاج، محتاج جلسات، طبعا محتاج تخاطب، محتاج حاجات كتير جدا. طبعا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يجعله في حسناتك. اوصل بالسلامه ان شاء الله من بورسعيد للمحله، واوصله لبر الامان لحضن جدته، واشوف حكايه ابوه وامه اقدر اتواصل مع حد منهم ان هم يخلوا بالهم منه ويراعوه، لان فعلا يمكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الاستاذه نصر سبب ان هي تجيبه لي وتكلمني ربنا يكرمك يا ابني عشان اقدر اوصل اهله في وقت ربنا وحده يعلمه. انت انسان كان ايه اللي هيحصل له الله اعلم. الله يسترك يا حاج. انت محترم وربنا يبارك لك دنيا واخره، ونموذج صالح ومشرف لكل شاب محترم زيك. انت فوق راسه حبيبي. ربنا يبارك فيك يا ابني. شكل لحضرتك ربنا يخليك. انت كانك تعرفني سبحان الله يعني. والله يا ابني انت اصلا طيب القلب، ربنا يجازيك خير ويكبر بخاطرك. بس بالله استراكب معاه من 3 دقايق كان بيضحك يا دوب قبل ما مصور الفيديو، يا دوب راكب محمد علي ورايح على الموقف. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. ربنا ينور طريقك يا حاج ويبارك في عمرك. ويبارك في الصغير دون ويحمي لاهله ويصلح حالك ويجعله في ميزان حسناتك. الله يستر معاك. ويبارك لك في اهل بيتك يا ابني ويهدوهم لك يا رب العالمين. حق لا اله الا الله اللهم لك الحمد. ويبارك لك دايما الخير في حياتك يا رب حاج يا رب. الحق العظيم، ويدون اسمك في جنة الخلد بعد عمر طويل يا ابني. اللهم صل على الحبيب محمد. ويحرم على نفسك ويحرم جسدك على النار انت واهل بيتك يا ابني. الله يسترك. والله العظيم انا ربنا سبحانه وتعالى النهارده كافئني باحلى مكافاه في الدنيا ان انا اركب مع راجل طيب. الله يكرمك والله جبر في خاطري بدعاء الطيب اللي بيدعوا لي. ربنا يكرمك دنيا واخره ويكتر من امثالك. اللهم لك الف حمد. ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال إن السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. اللهم صل على السخي في كل التعاملات يا ابني. اللهم صل على الحبيب. ربنا يجعله في ميزان حسناتك، واللي أنت عملته مع الولد دون بأجر عظيم عند الله لا يحصي الحسنات اللي أنت خدتها إلا الله عز وجل. اللهم لك الف حمد وشكر. الراجل الطيب ده ربنا يعني جعله سبب لجبر خاطري، وسبحان الله يعني ربنا يعلم انا في حالي انا عندي ايه، وانا ازاي اسافر واسيب بيتي في الوقت اللي فيه ده. وسبحان مش هحكي ظروف، لكن بجد هي حاجه بتاعت ربنا. فالكلمه الطيبه صدقه هي صدقه، وهي بتساعدنا حقيقي. طبعا الحمد لله والشكر لله يا رب انك تسيب بيتك. قلب طيب. الله يسترك انك تسيب بيتك وتسافر توصل طفل غلبان كان ممكن يضيع لبر الامان وحضن اهله. ده نعمه من ربنا عليك، وانك ما بتقبلش تبرعات من حد وبتسافر من جيبك الشخصي وتسيب بيتك وتقفل مصلحتك وتسيب عيالك. ده اكبر جهاد في سبيل الله. اقسم بالله العلي العظيم لك اجر عند الله لا يحصيها الا الله عز وجل. اللهم صل على الحبيب. وهذا العمل الجلل باذن الله يجعلك مخلد في جنه الخلد بعد عمر طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم والشهداء والصالحين واحسن اولئك ربنا يكرمك. انت مين يا راجل طيب؟ انا انسان يا ابن عادي، ربنا يجزيك خير.